اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. تعالوا بقى نعمل كيكه كده عائليه، بمعنى كلمه عائليه عارفين طقم الصواني اللي هما الثلاثه مع بعض، اكبر مقاس وبثلاث بيضات بس. عندي 3 بيضات، عندي ليمونه هقسمها اخرج البذر منها وهحطها مع البيض في قلب الشفشق الخلاط بالقشره بتاعتها. بصوا بكل حركاتها بتدي طعم هايل بديل الفانيليا وفي نفس الوقت بتدي هشاشه للكيك. تمام، هقول لكم بس كده على المقادير وبعدين هنشوف الخطوات. وعندي كمان كوبايه من الزيت او السمنه براحتك، وكوبايه من السكر، وكوبايه من عصير البرتقال. بتعصري البرتقال وبتصفيه وبتاخدي العصير بتاعه من غير اي حاجه سكر او حاجه. عندي كيس كيك شيف، هاخد معلقه كبيره من الخل، وهنا عندي 3 كوبايات من الدقيق انا نخلاهم كويس جدا وحاطه معاهم معلقه نشا ورشه ملح. يبقى ده عباره عن دقيق وملح ونشا. تمام، وانت بتنخليهم مع بعض كده عشان يدخلي الهواء. ودي بشر بسيطه جدا من البرتقال. خلاص كده يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله وصلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في بدايه ما هستخدم هعمل ايه؟ هجيب عندي طبعا القالب زي ما انتم شايفين الكبير خالص، وهقوم دهنيه بقى بالزيت، رشه من الزيت ومعاه كمان رشه من الدقيق، وهبدره يعني، وهولع الفرن بتاعي على درجه حراره 180. يبقى اول ما هبدا اشتغل في كيك دلوقتي، يعني دلوقتي حالا هولعه خلاص. هبدا بقى دلوقتي كمان اجيب شفشق الخلاط واحط فيه 3 بيضات مع عصره الليمونه دي. تمام، وهمزجه كويس جدا. تعالوا نشوف الخطوه الجايه. ادي ال3 بيضات مع الليمونه. بصي استحاله تشمي اي ريحه زفاره. خلاص كده الدنيا تمام. خلاص بديل الفانيليا. وبعد كده هحط السكر، والسكر حسب الرغبه، بس يعني انا شايفه ان المقدار مناسب جدا. ماشي، المقادير كلها كوبايه 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 هتوصلي لاحسن نتيجه. وكمان هحط الزيت، الماده الدهنيه يعني زيت او سمنه او عندك زبده او ميكس ما بينهم، بس انا يعني بحب استخدم الزيت نوع نضيف طبعا ملوش ريحه وبيبقى شفاف للكيكات، بحس ان هو بيديني هشاشه اكتر. وابدا بقى امزج الكلام ده كله كويس جدا مع بعض، وامشي بنفس الترتيب، ملحوظه امشي بنفس الترتيب. هبدا بقى دلوقتي احط العصير اللي عندي. تمام، حاولي ما تدخليش فيه ميه كتير. تمام، وانت بتعصريه يعني حاولي ما تدخليش فيه ميه كتير. زي الفل. خلاص كده الحاجات السايله عندي تمام. حابه تحطي بقى معلقه الخل دلوقتي مع الخليط. تمام، حابه ان انت تحطيها بعد كده بعد ما تعملي الكيك خالص وتخليها هي في الاخر بعد ما تلمي حتى العجينه براحتك. انا هحط معلقه واحده بس من الخل. تمام، ما تكتريش. وبعد كده همزج الكلام ده كله كده تمام معايا الحاجات السايله. ادي عندي الخليط السائل، شايفين لونه عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك يا رب، فاتح ازاي. هبدا بقى احط كيس كيك شيف اللي محطوط مع رشه من الملح، رشه بسيطه جدا من الملح، 3 كوبايات دقيق منخولين، ومعلقه واحده من الكورن فلاور او بنقول عليها النشا. تمام، الله اكبر، الله اكبر، الله عزة الله. هبدا اقلب الكلام ده كله مع بعض. تمام كده، معلقه الخل بتفرق بقى، بتدي هشاشه حلوه قوي للكيكه. بصوا ما بحطش المقدار كله مره واحده، بحط شويه وبقلب في اتجاه واحد يا جماعه. يعني انا بقلب كده، ما ينفعش ارجع كده، لا، بقلب في اتجاه واحد عشان ما اطلعش الهواء اللي جوه البيض. تمام، الله اكبر، الله عظيم، الله عز بالله. هبدا بقى ان انا اقلب. ما بنقلبش كتير يا جماعه بعد يعني خلاص احنا دلوقتي حطينا كل المكونات، مش بنقلب كتير. احنا بنقلب كتير امتى؟ في شفشق الخلاط، او لو هتعمليها على ايدك في الخطوه الاولانيه. انما مجرد ما حطيتي الدقيق ابدأي بس كده دقيقه واحده بس كده لمي الخليط معاكي. تمام، بصوا بصوا الخليط ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الخليط عامل ازاي؟ بصوا روعه. وهنبدأ بقى نقلبه. خلاص نبدأ بقى نصبه في قلب الكيك بتاعنا، واستحالة تشمي اي ريحة زفرة. هي المقادير مظبوطة والدنيا تمام. خلاص هصبه بس في القالب ونشوف هنعمل ايه. بعد بقى ما بخلص الكيك ببدأ ان انا اعمل ايه، ونزلته اهو شيش طاووق بقى، خليت شيش طاووق بشوكة اي حاجة، وببدأ اعمل الخطوط دي. الخطوط دي فايدتها بتساعد برضو ان الكيكة الهواء برضو يزيد فيها وترفع كده معايا. ما شاء الله على الكمية. بصوا يا جماعة، بصوا الصينية، مش عارفة انتوا مدركين اللي هو المقاس الكبير خالص ما شاء الله. خلاص ادخلها بقى الفرن، بحيث ان انت لو حابة تحتفظي بيها بعد ما تعمليها مفيش مشكلة. بتقطعيها وبتشيليها عادي في قلب زي لانش بوكس كده، او عندك حاجة محكمة وبتحطيها في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجة. خلاص ده لو اتبقت يعني. تعالوا بقى كده ان احنا
ادخلها الفرن درجة حرارة من 170 ل 180. انا هحطها دلوقتي على 170 خلاص. حسب بقى فرنك، في ناس بتولع من تحت بس، تمام، وبعد كده في اخر 5 دقايق تولع من فوق الشوايه، او في ناس زي كده في الفرن الكهرباء بولع من تحت ومن فوق وبحط في الرف في الاوسط. بعد 35 دقيقه بختبر بخلة شيش طاووق او بطرف سكينه، طلع في عجينه فيها بسيبها 5 دقايق كمان، ما طلعش خلاص بطفي عليها الفرن. وبعد كده بسيبها 5 دقايق والفرن مطفي، وبعد كده 5 دقايق تانيين بعد بوارب الفرن، يعني 10 دقايق، 5 دقايق والفرن مطفي و5 دقايق والفرن موارب. بعد كده نقدمها بألف هنا وشفا. ودي عندنا كيكة القمر بتاعتنا، اللهم بارك يا رب. روعة يا جماعة، ريحتها قلب المكان. تعالوا كده بس تهدى شوية ونبدأ ان احنا نقطعها ونشوف كيكة القمر قد ايه مسامية من جوه. بصوا بقى جمالها، تحس ان هي عاملة زي النايتي بالظبط، خفيفة جدا عاملة زي الريشة. بصوا استنوا كده اوريكم. بسم الله اللهم بارك. بصوا يا جماعة، شايفين؟ مش مستحملة. بصوا الجمال، روعة وتسوية حلوة. بصوا حلوة جدا جدا جدا. بصوا الصينية بقى ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الكمية يا جماعة؟ بصوا كده ابعتلكوا دي، ابعدوها كده. بصوا الكمية، متخيلين؟ شايفين الصينية ما شاء الله قد ايه؟ بجد اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة. 3 بيضات بس، سر الجمال ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة زي السفود وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.